ليه الخرايط القديمة كانت بتذكر ترتاريا العظمى كواحدة من أكبر البلاد، مع إنك لو فتحت أي خريطة حديثة مش هتلاقي ليها أي أثر؟ وإزاي الرمز اللي كان على علمهم موجود دلوقتي على العلم الروسي؟ هل ممكن تكون الحضارة دي وصلت لعلم وتطور ما قدرناش نوصل ليه لحد دلوقتي، وبعدين اختفت بالكامل من التاريخ بس ثابت وراها شوية آثار وعلامات استفهام لسه محدش لاقي لها تفسير لحد دلوقتي؟ في السنين الأخيرة بدأ يظهر موضوع غريب جدا على الإنترنت، حضارة اسمها ترتاريا. ناس كتير كانت بتقول إنها كانت حضارة ضخمة جدا، سيطرت على نص آسيا وبنت عمران مذهل، لكن اتشالت من كتب التاريخ عمدا. ولو دي حقيقة يبقى احنا قدام أكبر عملية تزوير للتاريخ البشري، ولو مجرد وهم يبقى لازم نفهم ليه الناس لحد النهاردة مقتنعة بيه. وأول دليل بيتقال في الموضوع ده هو الخرائط القديمة. ولو فتحت أي خريطة من القرن الستاشر للقرن التسعتاشر هتلاقي كلمة مكتوبة بخط ضخم جريد ترتاري في قلب آسيا. المساحة دي كانت بتغطي أجزاء من سيبيريا ومنغوليا وبعض أجزاء من الصين وحتى بعض أجزاء من روسيا. الأوروبيين ما كانوش يعرفوا كتير عن الشعوب اللي كانت عايشة هناك، واختصروا كل ده تحت اسم واحد، ترتاريا. بس الغريب مش مجرد الاسم، الغريب ان الخرائط القديمة ساعات كانت بتحط رموز لمدن واسوار واماكن متحضرة، مش مجرد اراضي فاضية. وده بيخلي اي حد يسأل نفسه ليه التاريخ الرسمي ما اتكلمش عن حضارة عظيمة بالاسم ده. والجدل كبر اكتر بعد ما اتسربت وثيقة من CIA سنة 1998. الوثيقة دي اتقال فيها ان الاتحاد السوفيتي زمان كان بيزيف بعض اجزاء من التاريخ. الحملة دي بقى راحت عاملة اعادة لكتابة المناهج والكتب والفن والمسرحيات علشان تزيل اي اثار للحضارات القديمة دي، وتبين بقى ان الاتحاد السوفيتي كان كويس معاهم وهو اللي انقذ بلادهم وما سرقهمش، وتشوه صورة الموجودين. ومن ضمن الكلام اتذكر بلد اسمها ترتار، وقالت ان دول مش شعوب اللي الروس اعتدوا عليهم وسرقوا ارضهم ونهبوهم. والكلام ده كان محل جدل، هل شعب الترتار دول بتوع مدينة ترتاريا اللي اتذكرت في الخرايط، ولا دول التتار اللي احنا عارفينهم؟ ولو الكلام ده صحيح يبقى في محاولة متعمدة لطمس وجود دولة كاملة. والسؤال هنا، ليه زيفوا التاريخ بالشكل ده؟ وهل ممكن دولة بالحجم ده انها تختفي وما يكونش ليها اي اثر واضح؟ في القرن ال17 ظهر كتاب غريب زود الحكاية غموض اسمه رحلة الى ترتاري، A Voyage into Tartary، وموجود حاليا في مكتبة جيمس فورد بيل. المؤلف كان بيحكي تفاصيل عن رحلته لاجزاء من تركيا واليونان، وبيحكي عن أهل البلاد دي وبيقول معلومات تاريخية عن أهل البلاد دي، وفي أجزاء مخصصة لمدينة ترتاري وبيحكي عنهم وبيقول معلومات عنهم. والعلماء لما جم يقارنوا آراء الرحالة القديمة بالتاريخ الموثق لقوا إن كلامهم صح بالفعل، وكلام مؤلف الكتاب صح عن الدول اللي ذكرها زي تركيا واليونان. ولكن جم عند معلومات اللي اتذكرت عن مدينة ترتاريا وقالوا إن الكلام ده مستحيل يحصل. وبصراحة كده حقهم، لأن المعلومات اللي اتذكرت في الكتاب ده مستحيل تتصدق. الكتاب ده اتكلم عن تطور رهيب وصل له مدينة ترتاريا، وذكر انهم قدروا يصنعوا مطابع متطورة واسلحة جديدة وبنادق متطورة جدا، واسلحة عاملة زي المرايات بتطلع ليزر زي الشعاع، ومركبات بتطير، وده كان مستحيل في الوقت ده، ومجاهر وتلسكوبات عملاقة. ده مش بس كده، ده اهل مدينة ترتاريا قدروا يعملوا هجين ما بين البشر والحيوانات، وحطوا الهجين ده جوه بلورات كريستالية وحاطين فيها مواد كيميائية وعارضينها في المتاحف. وطوروا الطب والكيمياء ووصلوا لدرجة تطور رهيبة، لدرجة ان هم ما بقوش يحتاجوا لأي تدخل جراحي. الكتاب اتكلم عن الحياة الاجتماعية في المدينة دي، وقال ان الاطفال لما بتوصل لسن ال7 سنين بياخدوهم ويودوهم مدارس يعلموهم الحرف المتطورة، ويشوفوا بقى اختيارهم واهتماماتهم، ويفضلوا في المدارس دي لحد سن ال18 سنة، ومن سن 19 سنة لحد ال30 بيشتغلوا في وظائف حكومية، ومن بعدها بيبقوا أحرار يتجوزوا ويشوفوا حياتهم. الكتاب كمان قال إن المدينة كلها ما كانش فيها ولا محامي ولا دكتور، لأن الحاجتين دول كانوا بيتعلموها في المدارس كلهم. المدينة يعني كانت واصلة لدرجة من التطور رهيبة سنين وسنين عن الوقت الحالي، وده اللي أكدت عليه الكتب الحديثة من بعدها. وقالوا إن المدينة كانت واصلة لعلوم الأثير والكهرباء اللي من مجان لكل البيوت، لأن ببساطة كل سقف البيوت والمباني بتجمع طاقة الأثير اللي في الجو. وفي كلام تاني إن أهل مدينة ترتاريا ما كانوش زي البشر العاديين في أحجامهم وأطوالهم، كانوا أكبر شوية، وكانوا بانيين المباني بتاعتهم بشكل عملاق ومهيب عشان تتناسب مع اطوالهم. انما الحضاره بتاعتهم كانت كبيره جدا، بتبدا من نهر الفولجا وبحر قزوين في الغرب، وبتنتهي عند المحيط الهادي في الشرق، وبتبدا من الهند وبلاد الفارس في الجنوب، وبتنتهي عند المحيط المتجمد الشمالي. من الاخر يعني كانت حضاره كبيره ومتطوره وفيها موارد كتيره، فطبيعي اي دوله هتطمع فيها، وروسيا هتطمع فيها. فعلشان كده وقتها المصادر بتقول ان ترتاريا بنت سور ترتاريا العظيم، اللي هو سور الصين العظيم حاليا. لان لو بصيت على الخرائط القديمه هتلاقي ان السور ده هو اللي بيفصل ما بين الصين وحدود ترتاريا.
وهتلاقي حاجات غريبة زي مثلا ان الجزء العالي من السور ده اللي هو محصن وفيه القلاع اللي بيقفوا فيه الجنود بالرماح او ده اصلا جوه ناحية الصين، والجزء المنخفض الواطي ده ناحية حدود ترتاريا. يعني المفروض ان الجنود اللي هتقف على السور عشان تحارب بالرماح بتحارب اللي جاي من جوه الصين مش من بره. طب ازاي؟ ده غير ان السور اصلا مختلف عن العمارة الصينية، ده حتى الادوات المستخدمة مختلفة عن اللي بيستخدموه الصينيين في الوقت ده. ده غير انه اصلا مبني في مكان ملهوش اي اهمية دفاعية للصين. وضيف على كده ان في الوقت ده تكلفة بناء سور زي ده كانت مستحيلة جدا على الصين لان تكلفته عالية جدا. انما اللي يأكد بقى ان ده سور مدينة ترتاريا ان هو اتذكر باسم سور ترتاريا العظيم في احدى الجرايد القديمة. وطبعا انت مش مصدق اي حاجة من الكلام ده وبتقول فين الدليل على الكلام ده. والصراحة في أكتر من دليل انتشروا وأولهم العلم بتاع روسيا. المراجع القديمة ذكرت إن علم ترتاريا مخلوق الجرافن الأسطوري على علم لونه أصفر، والغريب إن علم روسيا حاليا عبارة عن فارس بيدور على مخلوق غريب يشبه الجرافن، فهل دي صدفة؟ إنما الدليل التاني هو التطور اللي ظهر وقتها مرة واحدة. لو تاخد بالك كان في صور وفيديوهات ومقالات انتشرت كده عن حاجات متطورة، حاجات كده ظهرت مرة واحدة يعني. عربيات بتطير او بتمشي في الميه، مراوح بدون اسلاك وكهرباء مجانيه، وحاجات كنا مستحيل نسمع عنها في وقت زي ده. فالتطور ده مستحيل يكون وصلوا ليه مره واحده من غير ما يبقى تدريجي على الاقل. انما الدليل اللي بعده هو المباني اللي ظهرت كده مره واحده، مباني ضخمه ومتطوره مستحيل انها كانت تطلع في وقت زي ده، وكأن اللي كان بيعيش فيها كان عملاق مش في حجم البشر العاديين. والاغرب ان المباني دي انتشرت في دول كتير وبقت حرفيا نسخه من بعضها، كأن كل الحضارات اللي في الدول دي كانوا بياخدوا علمهم من مكان واحد. حتى المدن كان في منها اللي بيتبني على هيئة نجمة، وهي المدن دي بالذات لسه موجودة لحد النهاردة وبيسموها حصون النجوم. والمؤرخين بيقولوا إن هي اتبنت كده عشان التحصينات العسكرية، ولكن على حسب آراء أصحاب النظرية بيقولوا إن الدقة دي والتفاصيل دي مش عشان تحصينات عسكرية، ولكن ليها علاقة بالطاقة والمجال الكهرومغناطيسي ونقاط الطاقة على الأرض علشان شعوب ترتاريا حددتها واستخدمتها. فهل منطقي إن كل الحضارات دي تبني نفس المدن بنفس الإلهام وتبقى بنفس الأشكال مع إنهم في دول مختلفة؟ قصة ترتاريا سواء كانت حضارة اتشالت عمدا من كتب التاريخ ولا اسم اتحول لأسطورة، اللي نعرفه إن في خرايط ووثائق بتحكي عن أرض غامضة في قلب آسيا، بس الحقيقة الكاملة لسه مدفونة، يمكن في الأرشيفات ويمكن تحت الطين اللي غطى ماضي كامل. الفيديو بتاعنا خلص، أتمنى يكون عجبكم، وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات.